زمان وأنا بسمع عن الكلام اللي بيقول إن في أوضة في المستشفى القديمة اللي في أطراف المدينة محدش بيدخلها. الممرضين بيتجنبوا الممر اللي فيه، والدكاترة بيغيروا موضوع الكلام أول ما يتسألوا عنها. الغرفة رقم 313. أنا كان اسمي يوسف، طالب طب، وكنت بشتغل تدريب في المستشفى دي. في أول يوم ليا لقيت الممرضة الكبيرة مبوزة وبصوت متوتر قالت: ابعد عن الجناح الشمالي بعد الساعة 12 بالليل مهما حصل. ضحكت وفكرتها خرافات، لكن اللي حصل بعدها خلاني ما أنساش الجملة دي طول عمري. في الليلة الأولى وأنا واقف بكتب تقارير، النور قطع فجأة. المستشفى غرق في سكون مرعب، مفيش صوت غير الأجهزة في العناية. فجأة سمعت جرس سرير مريض عمال يرنه من بعيد. المشكلة إنه جاي من جناح الجراحة القديم، الجناح اللي مفهوش ولا مريض. اتسمرت في مكاني، بس قررت أشوف. طلعت بالممر، وكل ما قربت من مصدر الصوت الجرس يعلى أكتر وأكتر. حد كان بيتنفس ورايا. لفيت بسرعة، مفيش حد. وصلت لحد باب غرفة 313. الجرس وقف، الباب كان مقفول، بس الإزاز اللي في الفتحة الصغيرة كان مضبب كأن حد بيتنفس عليه من جوه. حسيت بدقة قلبي بتنط من صدري، وقبل ما أرجع الباب اتفتح لوحده. الجو جوه كان بارد بطريقة تخوف. لقيت سرير واحد والمفرش مجعلك كأن حد كان نايم وقام بسرعة. قبل ما أنطق شفت أثر كف متسخ بالدم مطبوع على الحيطة. هنا رجعت جري. تاني يوم جمعت شجاعتي ورحت للممرضة الكبيرة. إيه قصة الغرفة دي؟ سكتت فترة وقالت: من 10 سنين كان في مريض اسمه سامي، جاله اكتئاب شديد وبدأ يهزي ويقول إن في حاجة بتزوره بالليل وتقعد عند رجله وتمشي بإيدين مش برجول وتتنفس في ودنه. فضل يبكي ويصرخ لحد ما لقوه ميت في سريره وعيونه مفتوحة. والعجيب، الكاميرات صورت لحظة توقف نبضه. حد واقف عند سريره، جسمه سودة، ملامحه مش واضحة، وبمجرد ما خرج بره الباب القلب وقف. ومن يومها كل مريض ينام في 313 يموت بعد ليلة أو 2 بنفس الطريقة. الفضول غلبني، وفي الليلة اللي بعدها قررت أراقب من بعيد. طلعت المراقبة عند الساعة 12. كنت سامع صوت جرس، بس مش زي جرس المرضى، ده كان زي أجراس صغيرة بتخبط. وطوال الممر في آخرهم شفت ظل طويل جدا ماشي على إيديه ورجليه ورأسه مقلوبة ناحية جسمه. اتجهدت، كل لمبة في السقف كانت بتطفي وهو بيعدي تحتها. وصل قدام غرفة 313 ودخل. في اللحظة دي سمعت صرخة راجل من جوه. جريت أندو على الأمن ومعاهم فتحنا الباب بسرعة. السرير فاضي، بس المفرش ممزق، وعلى الحيطة في كتابة بالدم مكتوب: الدور عليك يا يوسف. رجعت البيت يومها مرعوب، لكن الرعب بدأ بعدها. بالليل صحيت على صوت نفس تقيل جنب ودني. أغمضت عيني وفتحتها بسرعة، ولقيت نفس الكف اللي شفته على الحيطة مطبوع على مراية أوضتي. ومن يومها كل ما أبص للمراية أشوف ظل قرفان منحني، راسه مقلوبة، بيبص عليا. وكل ليلة الجرس يرن الساعة 12 من غير جهاز أصلا. يا ريتني سمعت كلام الممرضة، لأني دلوقتي مش قادر أنام. ولو الفيديو ده اتنشر والموضوع انتشر وعرفتوا قصتي، لو يوما سمعتوا جرس ضعيف في أوضتكم، اعرفوا إن الغرفة 313 وصلت لكم.